هل عمرك حاولت تعيش زي العباقرة؟ تصحى بدري، تعمل تمارين، تشرب المية، تكتب أهدافك وتبدأ اليوم بطاقة رهيبة. بس بعد يومين تلاقي نفسك راجع تاني تمسك الموبايل أول ما تصحى. أنا كنت بالظبط كده، وفي لحظة حماس غريبة قررت أقول خلاص، هجرب أعيش أسبوع كامل بنظام روتين العباقرة. أسبوع كامل أعيش زي الناس اللي بتدير شركات وبتنتج أكتر من 90% من البشر. بس النتيجة ما كانتش زي ما توقعت خالص. أول يوم كنت متحمس جدا. صحيت الساعة 5 الفجر، شربت كوباية المية، كتبت 3 أهداف لليوم وقلت لنفسي أنا داخل التاريخ. بس بعد ساعتين كنت قاعد قدام اللابتوب مش فاهم بعمل إيه، وعقلي بيصرخ عايز كوباية قهوة تانية. وقتها اكتشفت أول حقيقة: روتين العباقرة مش إنك تصحى بدري وتتعب نفسك. الروتين الحقيقي إنك تعرف توزع طاقتك صح. يعني بدل ما تفضل شغال 10 ساعات في اليوم ومفيش تركيز، اقسم شغلك على فترات صغيرة واضحة. كل فترة تخلص فيها مهمة واحدة بس. النتيجة إنتاجية أعلى وتعب أقل. في اليوم الثالث بدأت أفهم إن المشكلة مش في الوقت، المشكلة في إننا بنحاول نكون مثاليين زيادة عن اللزوم. بنحط روتين ضخم ونفشل فيه بعد يومين. لكن العباقرة بيفكروا بالعكس تماما. بيبدأوا بخطوة صغيرة، عادة بسيطة، بس بيكرروها كل يوم لحد ما تبقى جزء منهم. مثلا عادة الكتابة أو التأمل أو المشي 10 دقائق من غير موبايل. حاجات بسيطة بس بتعمل فرق كبير جدا على المدى الطويل. في اليوم الخامس لاحظت الفرق فعلا. كنت بصحى وأنا رايق، دماغي منظمة، واليوم بيعدي أسرع بس بإنجاز أكتر. مش لأني بقيت عبقري، لأني بقيت مستمر. وفي نهاية الأسبوع فهمت الدرس الأهم: مش لازم تقلد العباقرة، بس لازم تتعلم منهم فكرة واحدة: الاستمرارية أهم من الكمال. يعني ما تستناش الظروف تبقى مثالية علشان تبدأ. ابدأ بعادة بسيطة النهاردة، وشوف بنفسك إزاي الأسبوع الجاي هيكون مختلف تماما. لو وصلت لحد هنا اكتب لي في الكومنت ابدأ النهاردة. وما تنساش تشترك في القناة، لأن الفيديو الجاي هشاركك فيه تجربتي لما قررت أعيش أسبوع كامل من غير سوشيال ميديا. وصدقني النتيجة هتفاجئك.